السلام عليكم. النهارده وصلنا للمحطة الأخيرة، بس الحقيقة دي مش نهاية السلسلة، دي ممكن تكون بداية حياتك الجديدة. النهارده هجمع كل خيوط شفرة الدماغ اللي فكيناها سوا خلال التسع لقاءات اللي فاتوا، عشان نطلع بالسر اللي بيخلي الناجحين يكملوا والباقي يقف في نص الطريق. عارفين شجرة البامبو؟ الشجرة دي لما بتتزرع بتفضل تتسقي لمدة 5 سنين كاملة من غير ما يظهر فوق الأرض منها ولا حتى سنتي واحد. تخيل 5 سنين مجهود وتعب وصبر. الناس تعدي عليك تقول لك انت بتضيع وقتك، لكن في السنة الخامسة بمجرد ما يبدأ يظهر الشجر ده بيطول 25 متر في 6 أسابيع بس. السؤال هنا، هل البامبو طال المسافة دي كلها في 6 أسابيع؟ لا طبعا. هو قضى 5 سنين بيبني شبكة جذور قوية تحت الأرض عشان لما يطلع مفيش ريح تقدر تهزه وتكسره. ده بالظبط ملخص اللي قلناه في حلقات شفرة الدماغ. مجهودك اللي الناس مش شايفاه هي جذورك. لما فككنا زنزانة العقلية الثابتة كنا بنحفر في الأرض. لما عرفنا إن الموهبة لوحدها ما بتنطقش من غير مجهود كنا بنسقي الجذور. لما واجهنا الصعوبات وصمدنا قدام النقد والمنافسة كنا بنقوي الشبكة اللي هتشيلنا بكرة. شفرة الدماغ الحقيقية هي إنك تحترم سنين التأسيس المستخبية، عشان لما يجي وقت الطلوع تكون خبطتك خبطة معلم وليها وزن. النجاح مش ضربة حظ، النجاح جذور وتراكم واستمرارية. ما تسمحش لثقافة الربح السريع إنها تضعف جذورك قبل ما تطلع للنور. حابب أقولك إن دماغك أمانة وشفرتها في إيدك أنت بس. آمن بنفسك، اصبر على زراعتك، فك شفرتك. قبل ما نمشي حابب أشكر كل واحد فيكم كمل الرحلة دي للآخر. الرحلة دي ما كانتش مجرد فيديوهات، دي كانت دعوة مني ليكم عشان نعيد اكتشاف الكنز اللي جوه دماغنا. أنا كنت معاكم بكل حب. هدفي الوحيد إننا نطلع بجيل ما بيعرفش المستحيل، جيل عقلية النمو هي المحرك الأساسي لحياته. ما تنسوش إن التغيير الحقيقي بيبدأ من قرار، والقرار بيبدأ بشفرة أنت اللي بتفكها. دلوقتي بقى أنا بودعكم في السلسلة دي وحابب أسمع منكم بجد. من ال10 حلقات اللي فاتوا إيه أكتر شفرة أو جملة أو حكاية لمستك وغيرت فيك حاجة فعلا؟ أنا هقرأ كل الكومنتس بنفسي. الكومنتس دي هي الترمومتر اللي هتعرفني أنا عملت إيه. لو استفدت من السلسلة دي ما تخليش الشفرة تقف عندك، ابعتها لحد محتاجها وخليك انت السبب ان يفك زنزانة دماغه. اشوفكم دايما ناجحين مكملين ودايما في حالة نمو. ودي كانت اخر حلقة في سلسلة شفرة الدماغ. ودلوقتي دور عليك، قول لي في كلمة واحدة، هل انت مستعد تبدأ تبني جذورك من النهاردة؟ سلام.